النعناع وجاتنا استفسارات كتير، لان في ناس تشتكي ان النعناع عندها يموت، النعناع او الحبك. تمام. النعناع في حاجات كتيره تسبب ان هو يموت. اول حاجه لو هو كبر وطريقه السجايه غلط، يعني مثلا في المرحله دي اوعى تسجي الشتله من فوق او النبته من فوق، لان انت بتنيم على بعضه كده، فكده بيحصل عفن في الاغصان اللي طالعه كده، والاغصان بتضرب والشتله تموت. تمام. فضروري تسجيها غمر. تمام. يعني تسجيها من تحت من هنا. تمام كده، نحط الميه هنا ونسجل، ما ننزلش الميه من فوق. تمام. واول ما يكبر شويه، يعني يكبر شويه عن كده، يبتدي يتقص. نفس الفكره بتاع الحبك. شوفوا عندنا كبر ازاي. هنا قصناه، هيطلع تاني ويطلع جديد ويعبي ويبقى فيه كثافه اكتر من القديم. تمام كده احنا بنحافظ على الشتله، ولازم تخفوا الري وتسجوه تقريبا كل يومين كل 3 ايام على حسب تصريف التربه. والنعناع عندكم هيظبط، وطريقة التكاثر بتاعته سهلة جدا. يعني دي نقدر نخليها نزرعها في مكانين، تفصل بس الجذور كده وتزرعها في مكان تاني بس بعيد عن أشعة الشمس، وبعدين تظبطها هتطلع معاك وتبقى زي الفل.